صبحكم الله بالخير والرضا والعافية. عملنا تسجيل خروج من الفندق والحين متوجهين إلى الكويت بإذن الله تعالى. عسى نحصل حجز، إذا قدرنا إن شاء الله نحصل حجز ونرجع عمان. إذا ما حصلنا حجز بعدنا بنقعد في الكويت. صارت لنا لعبة شوية ولكن يلا الله كريم. والحين بنروح في السيارة إلين الحدود إن شاء الله. خلاص شباب ركبوا شنط يلا عاشوا. طبعا شكرا لسعادة السفير، حقيقة بيض الله وجهه، والله إنه ما قصر، ونسق مع الحجية لما، شركة اللما للسفر والسياحة، هذه الإنسانة اللي حقيقة بذلت جهد كبير يعني مع العمانيين ومع كل يعني حقيقة هذه الحرمة الكلام واقف عنها. الحجية لما صاحبة شركة اللما للسفر والسياحة وعدت لنا الأخ العزيز ياخذنا إلى الحدود. الله يحفظك يا رب. فشكرا للحجية لما وشكرا لسعادة السفير على تعاونكم، لأن احنا أساسا مفروض نرجع في الطائرة اللي بيرجع فيها اللاعبين. مفروض ان احنا نرجع في الطيارة اللي يرجع فيها اللاعبين. الاتحاد ارسلوا اتوقع جوازاتنا للطيران العماني، والطيران العماني للأسف راقدين نايمين، يقولوا كل يوم جمعة وما قدرنا ندخل الأسماء وما قدرنا ما أدري شو. ف يعني الطيران العماني لو بنتكلم عنهم ولو بنقول عنهم بنتعب صراحة. للأسف الشديد هذا طيران بلادنا للأسف الشديد. يعني أنت من أمس بالليل عندك اليوم الصباح ما تقدر تضيف أسماء، ما هي الطيارة جاية وفيها 50 نفر وبترجع وفيها 50 نفر وفاضية تشيل بعدها 100 زيادة، ما تقدر شوية تبذل جهد، ما تقدر. واحد يرسل لي يقول لي محمد أنت مرتاحين أنت وأبو عامر فندق 5 ستار ويايين محمولين مزمولين. حبيبي الغالي، ها هذه فاتورة السكن. أنا دافع قرابة 500 ريال، هذا بس للسكن، وتذكرة الطيران أنا وأبو عامر حاجزينها. والله العظيم محمد، والله ويشهد علي ربي ما دفعوا لنا ريال واحد، وكل شيء من جيبنا الخاص يا جماعة، كل شيء من جيبنا الخاص. اجينا كجمهور مثلنا مثلكم، بس حبينا نخدم بلدنا، حبينا نوقف مع اللاعبين، حبينا نآزر، وكل حاجة من جيوبنا وتركنا أعمالنا لأجل المنتخب ولأجل البلد. الاتحاد جزاهم الله خير عملوا لنا التسهيلات من أجل التغطية، ما قصروا جزاهم الله خير. أما باقي الأمور كل شيء إحنا دفعناه. اللي شفته أنا وبدون أي مجاملة وما بخبي ولا كلمة، بالنسبة للجماهير اللي شفت بعيني وحضرته بقوله والله الشاهد علي، الاتحاد وفروا تذاكر جزاهم الله خير، 5000 تذكرة. الشاب العماني فيصل البلوشي مشرف الرابطة والفريق اللي عنده ما قصروا، وزعوا التذاكر ومن الصباح لين الليل وهم متبرضين للعمانيين يسلموهم التذاكر. الشركات ما قصرت، وفروا الباصات وفروا الطائرات، ولكن الخلل في الاتحاد العراقي، الخلل في الأمن مفروض يطوقون مقاعد الجماهير العمانية. ما حط لي 4-5 أنفار مجابلين المكان، وانت عارف ان الجمهور العراقي بيهجم على المقاعد، ومن بعد ما راحت المقاعد علقوا الجماهير. في منهم راح وقدر يحصل، في منهم تورط. الحين هل بيدخلوا الأمن بيعملوا شغب وبيطلعوا هالجماهير من مقاعدها؟ صدقوني صعب بتصير مجزرة بتصير. إذا هني بقى الموضوع بيد الاجتماع اللي صار بين الاتحاد الخليجي والاتحاد العماني والاتحاد العراقي. هذا احنا ما نعلم ايش اللي صار داخل. خرجوا وعلمنا ان المباراة بيكملوها
وبذل سفير السلطنة وساعات وكيل الوزارة والمعنيين بذلوا جهد يلقون حل للجماهير العمانية. والله وأنا معاه في السيارة السفير، أنا راكب مع السفير، يا تلفونه ما قعد، لا لواء لا وزير لا يتصل، قاعد ما حتى المباراة ما شافها من أجل الجماهير. أنا شفت أن الجماهير في خطر، استأذنت وقلت لازم أعمل فيديو، عملت فيديو أن الجماهير ما تروح. شفت أن الوضع كذا، تكلمت وبكل ما رأيته، هذا اللي شفته. وبعدها قدروا في الأخير في عمانيين قدروا يحصلوا كراسي ويدخلوا بين الجماهير، وفي مجموعة كبيرة ما قدرت تحصل كراسي أخذوهم ونزلوهم في المضمار، وجابوا للكبار في السن يابونهم اللي يجيبوا الكور عندهم كراسي يقعدون عليها، أخذوا كراسيهم لهم الأمن واللي يحوطوا بالملعب، وأعطوهم الجماهير العمانية عشان يقعدوا على الكراسي، والباقيين ظلوا واقفين. هذا اللي صار بالتفصيل. بعدها الجميع ركبوا الباصات ورجعوا لعمان. من حقهم انهم يزعلوا، من حقهم فعلا ان يزعلوا. رسالتي الأخيرة للاتحاد الخليجي ولرئيس الاتحاد الخليجي وللاتحاد العراقي، الجماهير العمانية لو كانت فعلا أخذت موقعها وأخذت كراسيها راح تعمل فارق. الأثر النفسي راح يكون مختلف مع اللاعبين لما يشوفوا جماهيرهم موجودين على المدرجات يآزروا ويشجعوا. لما دخلوا اللاعبين يشاهدوا الملعب في بداية المباراة حتى ما حد صفق لهم ولا حد تفاعل معاهم ولا حد آزرهم، فبالتالي هنا دور الجماهير. فبالتالي الاتحاد الخليجي أنا أعتبر أن الضعف منكم والخلل منكم، لأنكم فعلا ما قدرتوا تأمنوا للجماهير العمانية مكانهم. وهذا الكلام موجه للاتحاد العراقي وللأمن اللي ماسك الملعب.